من زمان وانا كنت احس انه الدكتور فود انسان خباص بيلعثم كتير بالحكي، يعني بيحكي اشياء انه غير منطقيه وبيعطيك انه اوكي انه هاي الحركه هيك، انه شوف المنطق بالعبر هو ما في منطق بيكون، يعني مثل لما قال انه بده يحط صورته بدال شجره الارز على علم لبنان. تخيل انت الدكتور فود على جيجي والله الدكتور فود. فاليوم شفت له فيديو قاعد بيحكي عن رئيس سوريا احمد الشرع، عم بيحكي شيء غلط، ما له بمكانه، مقتنع فيه كتير. هو ممكن يكون هذا الشيء صح بوجهة نظر بعض الناس، بس أنا حابب ناقش هذا الشيء بفيديو اليوم. فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس سوريا الحالي، كيف العالم بتحبه؟ كيف بلشت تحبه؟ ليه برأيك؟ أنا سألتك يعني كيف تحبه؟ هلا هون الدكتور فود بيسأله المذيع، بيقول له فخامة الرئيس أحمد الشرع كيف صارت الناس تحبه؟ هن كانوا بموضوع الغذاء، كانوا بموضوع الزوار، كانوا بموضوع اقتصاد الدولة، ما بعرف شو جابهم لهالسيرة، بس إنه طرح له مثال الزلمة. شوف شو رد له. ليه؟ ليه برأيك؟ ليه بلش يحبه؟ وصل على القصر لا استقبل لا رئيس ولا وزير ولا شيء، استقبل هالجماعة المؤثرين بسوريا. جاب جو حطاب الأردني، جاب هدول. شايفين أنا ليش بيعجبني الدكتور فود؟ لأنه بيحكي بكل ثقة، يعني جاب جماعة المؤثرين بسوريا، انه طغى انه حكى شيء مفيد، انه اكد كلامه. قاعد بيحكي انه جاب جو حطاب. خلوني اجيكم وحده وحده، ما بدي انه جمع لكم الافكار واسردون عليكم هيك على سردات ونضيع، لا خلونا نشوف. هو بيقصد على هذا الفيديو اللي نزله جو حطاب مع الرئيس احمد الشرع. بداية اذا بدنا نشوف مين المستفيد الاكبر من هالعملية كلها، فهو جو حطاب. يعني معلش يستنى له سنه ينزل بعد سنه، ما راح يكون مستفيد بالقدر يلي نزل فيه اول ما تحررت سوريا، لانه اول ما تحررت سوريا كانت ترند بالنسبه للعالم كله، يعني بالنسبه للعالم كله كانت ترند. ما بدي احكي بالاستفاده وما استفاده، يعني انا كمان ادخل بكثير تفاصيل، لا بس انه عم بحكيكم انه مين هو المستفيد. ثاني شغله، هل تعلموا انه في ناس ما كانوا بيعرفوا جو حطاب، بس انه عم يستنوا كلمه من احمد الشرع، شافوا صورته وشافوا انه مقابله خاصه مع القائد احمد الشرع، فالناس فاتت على جو حطاب تابعته. صدقا يا جماعه في ناس ما كانت تعرف جو حطاب، انا عم بقول لكم في ناس ما كانت تعرف جو حطاب، وناس بعرفهم انا، يعني فمشان ما حدا يقول لي مين ما بيعرف جو حطاب. انا شاب بتابعه، بس اهلي ممكن ما بيتابعوا، تابعوا مشان احمد الشرع. فشفتوا كيف صارت العمليه. ثاني شغله، خلونا نشوف الفيديو شو حكى الدكتور فود برجع بكمل. ما كثير شو اسمه هذا اللي بيقلد اللي شفنا انه جاب تيك توكرز على القصر، بس اكل كثير نقد. اسمعني جاب. عم بقول له اسمعني، عم بقول له انه اكل كثير نقد. فعلا صار في كثير انتقادات، صار في بلبله كثير، الناس تحكي انه شلون هدول بفوتوا على القصر ومدري شو. ما علي انا بكل هالحكي. هولي على القصر صح؟ حبب العالم فيه من عمر 12 لعمر 20 سنه. حبب العالم فيه من عمر 12 لعمر 20 سنه. جو حطاب اللي عمل هاي الشغله، انه خلى الاولاد صغار، الصغار الفئه العمريه الصغيره او الشباب يحبوه عن طريق انه جاب حدا انفلونسر وحطه انه يصور معه. قلت لكم في افكار متضاربه كثير، ما بحس انه هذا الحكي بينطبق او مزبوط فعلا هذا الحكي 100%. ليش؟ لانه نحن كنا فتره حصار، فتره ظلم على مدار سنين طويله، وجانا فرج الله، سوريا تحررت فجأة، أبو البيش شمع الخيط طار. صار هذا الشيء بيوم وليلة، ما كان حدا متوقع إنه يصير، فشي طبيعي تكون فرحة. هلا يمكن أحكي لكم عن شيء مستحيل أي حدا يحسه أو يعيشه غير السوري، يعني أنت إذا ما كنت سوري مستحيل تعيش هذا الشيء، سواء كنت كبير أو صغير. يعني أنا وعيت على الدنيا أول ما بدي أوعى على الدنيا صارت الحرب، خربت الدنيا، ما لحقت لسه أصحى شويتين حرب وكذا سافرت صرت برا سوريا، وطلعت لحالي. يعني أنا كمان أهلي ضلوا بسوريا، فأنا نصي برا ونصي جوا. مثل ما بيقولوا هذا المثل، لما بيكون واحد بده يموت بيقولوا له رجل بالدنيا ورجل بالآخرة. أنا فعلا هيك، رجل بسوريا ورجل بآخر الدنيا. يعني أنا نص هون ونص هون، أنا عم بشتغل برا بس عم بشتغل للي جوا. فهذا الشيء اللي كان عم بيصير فينا نحن، كمية ظلم مو طبيعية، حرب مستمرة على مدار السنوات، كثير قصص مستحيل حدا يحس فيها من مجرد شخص إنه قاعد عم بيحكي لك غير اللي عاش هذا الشيء. فيوم أنا أشوف حالي إنه فجأة طب أبو البيش طار، شو عم بيصير لحظة، هون الفرحة ما بتنوصف. يعني معلش أنا يوم خلال أسبوع زمان سوريا تحررت، عقلي مو قادر يستوعب هذا الشيء، والفرحة مستحيل حدا يوصفه. فحاسس إنه موضوعك أبدا ما أنا متشابه مع القصة اللي حكيتها أنا. عم بشوفك أنت كيف إنه عم تحكي بموضوع بعيد عن الواقع تماما. نفس هذاك اللي طلع قاعد يحكي لي قصة حياة أحمد الشرع لأنه ترند، جاب قصة من كيسه ألفها وحطها. صدقا يا جماعة، صدقا دقيقتين ما تحملت أنا تابعه، إنه من أول ما بلش إنه والله من بداية نشأة أحمد الشرع لو أتوصل قائد مدري شو، ما تحملت اسمع عن كمية الكذب والحشي اللي حطه بالقصة، وهذا مشهور يعني. فبيومها كانت سوريا ترند،
والرئيس احمد الشرع ترند وكل الناس قاعده عم تحكي فيه، استغلال مشاهدات، حلب، ما بعرف الله اعلم، بس الناس حبته. بعرف انا انه الناس حبته لانه حررهم من الظلم يلي كانوا عايشينه، ومتأملين في خير بالمستقبل إن شاء الله. فالأفكار تبعوتك كتير سيئة من عالم نتن جاي، ما متطابقة أبدا ولا 1%. إنه استقبل انفلونسر قبل ما يستقبل رئيس، هالحكي ما صار. لسه الناس كانت فرحانة، لسه الناس ما مستوعب الفرحة. العالم كانت مرحلة جمود، صدمة بالنسبة للناس، ما حدا عم يفكر مثل ما عم تفكر. هون الموضوع كتير متضارب، كتير غلط الموضوع اللي حكى فيه. ما غلط الزلمة، أنا ما طالع انتقد، أنا طالع بس وضح فكرة يمكن تكون هي غلط عنده، بس حبيت إني أوضح. وانت ابنك وقت يكون عمره 12 سنه شاف وحابب مثلا اولادي حابين شروق، تلقائيا انا كبي لانه تاثرت صرت حبك. اللي حبب احمد الشرع بالعالم، عفوا احترامي لحفظ الالقاب، فخامه الرئيس احمد الشرع، اللي حببه بالعالم يعني عم بيحكي شيء سيكولوجيه بشريه بحت، مبينه انه انت لما تشوف شخص، انت لما بتروح مع رفيقك عند رفيقك وبتشوفوا انه بيحبوا بعض، هيك تلقائيا انت راح تحب الشخص هذاك. ما بعرف بالنسبه للبنات كيف بيفكروا. البنات يعني عنده الموضوع معقد، اذا شافت انه رفيقتها بتحبها فبتحقد عليها بصفي. فمعلش دكتور فود، المنطق وانت خطان متوازيان لا يلتقيان صدقا. اللي حبب احمد الشرع بالعالم، عفوا احترامي لحفظ الالقاب، فخامه الرئيس احمد الشرع، اللي حببه بالعالم هو الانفلونسرز. لا غلط صدقا غلط. اللي حبب الناس بالرئيس احمد الشرع انه حررهم من طاغي. صلوا في، عم بقول لك، في عالم وعيت على الدنيا، حرب بعالم وعيت ببلادها، في حرب فساد رشاوي، ما ضل شيء ما عمله قبل بيش بالناس. ما بدك اياهم يفرحوا لما يروح. في كتير اطفال ما بيفهموا بالسياسه، يعني بالنهايه طفل او مراهق ما شاف شيء من حياته، ما انه واعي على السياسه وما انه داير ورا السياسه اصلا، فلما بشوف ابوه فرحان واهله فرحانين وعيلته كلها فرحانه لهذا الشخص فبحبوه. ما تجيب لي الانفلونسر بالنص. قلت لك جو حطاب صدقا في ناس ما كانت تعرفه تابعته بسبب لقاء مع احمد الشرع. فمعلومتك جدا غلط دكتور فود. انت دكتور فود، مستحيل تصير دكتور سياسي. دونالد ترامب شو عمل معه بارون ابنه؟ مين اللي كيف نجح دونالد ترامب؟ لانه طلع مع هالمؤثرين بامريكا، خلوه هالعالم من عمر 18 ل 28 سنه ينتخبوه. ليش؟ لانه اللعبه ذكيه. يعني اليوم انا رحت عند شخص عنده 5. والله محلل سياسي رائع دكتور فود. تابع اخبار العالم كلها من رئيس سوريا لدونالد ترامب لمدري مين. والله ما مخلي حدا من شره نازل تشلخ بهالعالم. والموضوع اللي حكينا فيه يعني قلت لكم وجهة نظر متضاربة. انا هذا الشيء اللي بشوفه من وجهة نظري. ليش؟ لانه انا سمعت وشفت ناس فعلا انه ما في شيء من الشيء اللي حكاه، انه والله راح جاب الانفلونسر مشان يحبب فيه الصغار. قلت لك في ناس ما كانت تعرفوا مين هذا جو حطاب. ممكن انا بعرفه، نحن فئة الشباب الاكبر مني، بس الكبار بالعمر ما بيعرفوا مين. فكانوا عم يستنوا الرئيس احمد الشرع يطلع يحكي كلمه، يعطي تصريحات، يعطي امل لهالناس. الناس كانت بحاجه الامل بعد الفرحه، هيك تصير فرحتين. طلع بشرهم بهذا الشيء، وان شاء الله يطبق هذا الشيء يا رب. انا من ناحيتي ما بدي شيء غير جواز سفر يزبط، بدي اطلع افتل العالم، هذا حلمي ان شاء الله. وبس والله يا جماعه، هذا هو كان فيديو اليوم. شوفكم بالفيديو الجاي عن قريب ان شاء الله. كان معكم ارتيل، والسلام.